أنا الكنيسة أنا النجيبة أنا العروسة أنا الوحيدة عمدي وطيدة 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 مجدي قديم قديم العهد مجدي قديم قديم العهد ربك سماني بدم واشتراني طفلا آتاني حطم عوساني للمجد دعاني 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 مجدي قديم قديم العهد مجدي قديم قديم العهد وتنبأ عني بأوضح إشارة فصيح الأنبياء أشعياء ذو الخبرة للرب مذبح في مصر يومنا مباركون يا شعب مصر مباركون يا شعب مصر ولما كامل ملء الزمان وضع النور لبني الإنسان مرقس كاروزي أتاني نادى في الديار السعيدة مصر نادى في الديار السعيدة مصر 20 قرنا قيمة بأساسي ولا تتغير إلا الأشخاص ربي خلاصي 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 يرعى قطيعي وشعب مصر يرعى قطيعي وشعب مصر وخطبني عروسة عفيفة لربي وسقاني خمرا من نبع الحب عهدي ودمه دم زكي دم كريم جليل القادر دم كريم جليل القادر يراتكم زينوا كرمي ارعوا قطيعي وافتقدوا غنمي أصحاب فهم وعلم كيما أعوذوا لذاك المعز كيما أعوذوا لذاك المعز قوموا واتحدوا بالحب جميعا وابنوا أسوار حصنا منيعا يا شعب كونوا قطيعا حيا مطيعا لرب المجد حيا مطيعا لرب المجد أنا القبطية الأرثوذكسية أسست قديما برسل وأنبياء رأسي شافع البرية حاضر كريم جليل القادر حاضر كريم جليل القادر أنا سدو جميلة لا تعايروني
كم من أشخاص أثما قتلوني سفكوا دمائي دمي شهدائي قد دياري السعيدة مصر قد دياري السعيدة مصر يراكم واتحدوا بالحب جميعا وابنوا أصوات حسنا منيعا يا شعب كونوا قطيعا حيا مطيعا لرب المجد حيا مطيعا لرب المجد يا شعب دعوا صلوا للرب واطلبوا منه بعزم القلب كي يتمالوا غفران الذنب وتمتلأوا من نبع الحب وتمتلأوا من نبع الحب ربي يرعاني ربي يحميني أدبني حبيبي وهو يشفيني ربي معي ربي خلاصي خالص ومعيني ربي عظيم جليل القادر ربي عظيم جليل القادر. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أنا جالي سؤال من أحد الأبهات الأسبوع الماضي بيقول برجاء إعطاء شرح عن تعبير الشريك الذاتي، التعبير اللي هو مش موجود في قداستنا، الشريك الذاتي. أشهر نص ليتورجي موجود فيه العبارة دي هي صلاة الصلح في القداس الغرغوري: أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد الذاتي والمساوي والجليس والخالق الشريك مع الآب. فدي منطقة صعبة شوية محتاجة ان احنا نوضحها، يعني ايه الذاتي وايه الشريك الخالق الشريك. دي عبارات مش مألوفة قوي. الخلاجي بتاع 1902 اللي هو النص القبطي بيترجم كلمة الذاتي إلى بإذيوس، اللي هي تاني كلمة في العمود اليمين. بإذيوس المساوي بيترجمها إن هوموسيوس، الجليس إن سينثرونوس، الخالق الشريك إن شبير إن ديميوروس مع الآب. يعني كل العبارات دي الذاتي مع الآب والمساوي مع الآب والجليس مع الآب والخالق الشريك مع الآب. فعندنا كلمات بإليوس اللي هي مترجمة كلمة الذاتي، وعندنا كلمة هوموسيوس اللي هي المساوي، وعندنا كلمة سينثرونوس يعني الجليس، وعندنا كلمة انشبير انديميوروس
الخالق الشريك. ده النص الايه؟ القبطي. لاحظوا قبل ما نسيب النص القبطي ان هو المترجم من اليوناني للقبطي كتب كلمة سينثرونوس. سينثرونوس، خليكم منتبهين الكلمة دي عشان هحتاجها لما ارجع للنص الأصلي. سينثرونوس اللي هو ترجمها ايه؟ الجليس. احنا قلنا قبل كده كذا مرة ان تراثنا الليتورجي حصل فيه بعض الصعوبات بسبب انه تنقل بين لغات كثيرة، يوناني، قبط صعيدي، قبط بحيري، لغة عربية، وكان كل ما يتنقل من لغة للغة كان بيحصل عدم استقرار في النصوص الليتورجية أو اللاهوتية. وصف الجليس بالعربي، الجليس مقصود بها الجالس على العرش. ما أنا هشرحها حالا اهو. أنا دلوقتي هرجع للنص اليوناني بتاع الجزئية دي وهقراه لكم بإذيوس اللي هم في القبطي قلناها ايه؟ الذاتي. هي في اليوناني سينيديوس. سينيديوس يبقى سينيزيوس اللي هو ترجموها الذاتي، هي في اليوناني سينيزيوس مش بإذيوس. هنا المشكلة بدأت من اللغة القبطية. وبعدين هوموسيوس اللي هو المساوي، ودي ما فيهاش مشكلة. اللي بعديها سينثرونوس اللي هو ترجمها هناك ايه؟ الجليس. سينثرونوس. وبعدين سينديميوروس اللي هو ترجمها الشريك، الخالق والشريك. المشكلة فين بقى؟ النص اليوناني بيقول ايه؟ كلمة سين 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 متكررة 3 مرات. سين يعني مع، باختصار سين يعني مع. إذيوس كلمة مش قبطي، دي كلمة يوناني. فلما جه قاموس معوض داود عبد النور اللي هو القاموس القبطي، قال أنا هاخد الكلمات اللي وردت في الصلوات بتاعتنا اليونانية وأعمل لها ترجمة. فهنا ما كانش دقيق أبدا في هذا الأمر، وفي أمور أخرى ما كانش دقيق، لأنه هو أصلا بتاع قبطي مش بتاع يوناني. فكلمة إذيوس اللي هو طلع الكلمات اليوناني اللي احنا بنصليها في الصلاة وعمل لها جدول. فكلمة إذيوس سماها إيه؟ ترجمها إيه؟ ذاتي. ليس به تقسيم أو ذاتي، بس هي أزلي. لكن هي أزلي. إذيوس يعني أزلي. ما ينفعش الكلمة دي مش قبطي، الكلمة دي يوناني. ما ينفعش أخذ الكلمة اليوناني وترجمها إلا من قاموس يوناني. وحتى بعد إذن نقص كلمة الذاتي دي مش موجودة في أي تعبيرات لاهوتية. فدلوقتي إذيوس اللي هي الكلمة اليوناني معناها في القاموس اليوناني أزلي. فلما يبقى النص اليوناني بيقول سينيديوس يعني إيه؟ أزلي. لا مش أزلي. سينيزيوس أزلي. ها؟ مع الأزلي. مش مع الأزلي، أزلي مع. سينيديوس تبقى أزلي مع الآب يعني. يبقى أول كلمة أزلي مع الآب اللي هو ترجمت في القبطي بإذيوس، اللي ترجمت في العربي الذاتي. يبقى المشكلة فين؟ المشكلة في القبطي وفي العربي، لكن أصلها اليوناني مظبوط جدا. سينيديوس يعني الأزلي مع الآب. الكلمة اللي بعدها هوموسيوس يعني إيه؟ مساوي للآب يعني. دي ما فيهاش مشكلة.
الكلمة اللي بعدها كي يعني و، حتى في القبطي برضه كي. اللي بعدها سينثرونوس. في القبطي ترجمها في القبطي سينثرونوس، بس ترجمها الايه؟ الجليس. ثرونوس يعني ايه؟ عرش. تبقى سينثرونوس يعني ايه؟ الجالس على العرش معه. بالظبط كده. يبقى اللي جالس على العرش مع سينثرونوس، الجالس على العرش مع. أو الجليس على العرش مع. الكلمة اللي بعدها سينديميوروس، اللي هو سماها ترجمها في اللغة القبطي، سماها انشفير انديميوروس. المشكلة فين بقى؟ الأول كلمة سينديميوروس يعني ديميوروس يعني الخالق. زيميوروس يعني الخالق. تبقى سين زيميوروس يعني ايه؟ الخالق مع الآب يعني. يبقى الابن هو الخالق مع الآب. كلمة سين ديميوروس جه المترجم للغة العربية خد كلمة سين اللي هي تساوي مع، وراح مترجمها كلمة إجبير. إجبير اللي هي إيه؟ لا، شريك. كلمة إجبير اللي هي الشريك. وبعدين راح أخذ اللي بعديها، يعني كانت سين زيميوروس، راح مترجم سين لوحدها يعني شبير، وراح مترجم زيميوروس، فبقت ايه؟ جبير بالقبط يعني ايه؟ شريك. بقت جبير انديميوروس يعني الشريك الخالق، يعني الخالق الشريك مع الآب. فالقبط فيه لخبطة، راحت جاية العربي متلخبط. الغريب جدا ايه بقى؟ هو عنده في اليوناني 3 مرات كلمة سين اللي هم ايه؟ سينيديوس، وعنده سينثرونوس، وعنده سينديميوروس. اما هو جاي يترجم الجليس اللي هي في اليوناني سينثرونوس، ترجمها ايه؟ سينثرونوس. في القبط ترجمها سينثرونوس. واخد بالك؟ يعني هو إذن منتبه إن كلمة سين ثرونوس يعني تترجم في القبطي سينثرونوس. طب ليه لما جه يترجم سينديميوروس ما التزمش بالكلام، ما قالش سينديميوروس زي ما قال سينثرونوس، راح مفصصهم من بعض، خلى سين عملها إشبير، وزيميوروس عملها زيميوروس، فبقت فيها لخبطه. في حين انه لما جه ترجم كلمه سينثرونوس ما لخبطهاش، كتب سينثرونوس. نفس اللخبطه عملها في سينيديوس اللي هو الازلي. لما جه يترجمها راح شايل سين خالص وقال بإيديوس. يبقى في اول كلمه يوناني اللي هي سينيديوس يعني الازلي مع، شال سين خالص، فالمعنى اتلخبط، سماها إيديوس. وإيديوس مش كلمة قبطي، فلما جه بتوع القواميس القبطي يترجموها نقلوها من العربي مكتوبة إيه وكتبها في القاموس القبطي. طبعا ده مش مظبوط، لازم نرجع للأصل اليوناني بتاع الكلمة. يبقى أول كلمة اللي هي سينيديوس شال سين خالص. لما جه عند كلمة سينثرونوس حطها زي ما هي. لما جه عند كلمة سينديميوروس راح مترجم سين جبير، وراح مترجم زيميوروس. واخدين بالكم اللخبطه جت منين؟ يبقى هو حط كلمة الشريك بزيادة من عنده. هو حط كلمة الشريك بزيادة من عنده، هو حط كلمة الشريك بيترجم كلمة سين اللي هي مع، بس هو في الأصل فحب يسميها، حب يترجمها لوحدها، خلاها شبير. طب وش معنى لما ترجمت شبير هنا
في السين ديميورغوس. لما ترجمت سين هنا إشبير. طب ما أنت عندك سينيديوس وعندك سينثرونوس. طب ما قلتش اشمعنى خدت سينثرونوس على بعضها، ما خدتش الشريك في الكرسي مثلا يعني. فالترجمة مش دقيقة، مرة أهمل سين تماما، المرة الثانية ذكرها بالكامل، المرة الثالثة سماها إشبير. بس في الأصل ما فيش شريك في اليونان، يعني هي خالق. فإذا الترجمة الدقيقة للنص يبقى اسمه إيه بقى؟ اللي هو سينيريوس، يعني المساوي في الأزلية أو الكائن منذ الأزل أو الأزلي مع، مش كده؟ سينيزيوس مع الآب طبعا. بعدين هو أوسيوس المساوي في الجوهر للآب أو المساوي للآب في الجوهر. وبعدين سينثرونوس يعني الجالس على العرش معه. سينثرونوس. الثرونوس يعني عرش. لما نقرأ في المخطوطات في الكنيسة الأولى نلاقي في شرقية الهيكل في اللي هم الدرجات الشرقية، الدرجات المحطوطة في الشرقية اللي كان بيجلس عليها البطريرك وحواليه الأساقفة والكهنة. الكرسي بتاع البطريرك اللي في نص الشرقية بيسموه مش ثرونوس، بيسموه سينثرونوس. سينثرونوس اللي لما جم يترجموها على العربي في المخطوطات سموها اسماء كتير قوي كلها متلخبطه. سموها سترونوس وسترونوس او ما يقابل الكلمه العربيه. سينثرونوس يعني عرش مشترك، عرش معه، لان هو مش قاعد لوحده، هو قاعد ومعاه حواليه اساقفه وكهنه. فيبقى سينثرونوس يعني عرش مشترك. فهنا في الكلمة دي سينثرونوس تبقى الجليس على العرش معه. آخر كلمة اللي هي سينديميورغوس اللي هو الخالق مع الآب. إذا ما فيش كلمة شريك. دي إجابة وبالتالي بقى في إجابة السؤال اللي وصلني. أتمنى يكون وصل.